السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خوتي خواتاتي جيت نعاود لكم واحد القصة ديال الام ديالي، قصة حقيقية. بغيتكم تسمعوني بالقلب ديالكم. الام ديالي اللي العمر ديالها 70 سنة دابا عانات بزاف معانا، الله يسمح لينا من الوالدين. الام ديالي مسكينة بنت البادية، وكانت مني كانت هي كتعاود ليا مني كانت في البادية، كانت هي وشي بنات صحاباتها كيسرحوا الحوالة وداكشي ديال البهايم، وهذاك البنات صحاباتها تزوجوا في الدار بيضاء، وهي مسكينة بقات مدة وكانوا كيجوا كل عام، وكتشوف هادوك صحاباتها تزوجوا وداك الشيء. وصحاباتها وحده منهم قالت لها راه كاين واحد السيد باغي يتزوج، تنتي غندوك معانا ان شاء الله تسكني حدانا في الدار البيضاء وغتزوجي وغتكوني على خير وبخير. فات واحد المده هما يجيو هادوك الناس هما العائله ديالنا، جاو خطبوها. من جاو خطبوها ما جابوش الاب ديالي، جاو غير هما، جا غير عمي وعمتي وجدي الله يرحمه ويرحم الجميع. شافوا الام ديالي عجباتهم، دواو في التفاصيل ديال الصداق وانتم عارفين اخوتي. من بعد شدوا جدي شدوه باش يمشي للدار بيضاء يشوف العريس هو الاب ديالي. من يداوه ما وروهش اخوتي الاب ديالي، وراوه واحد السيد هو راجل عمتي، وقالوا لي وكذبوا عليه وقالوا لي ها هو راجل بنتك هو هذا. جدي الله يرحمه مشى فرحان العربية، قال لي بنتي الراجل طويل وصحيح وزين وتساهليها بنتي، راه وراوني السيد راه مزيان وخدام مزيان ومعقول وتهلا فيا، وهما غير كذبوا عليه. الاب ديالي راجل قليل صحة وما خدامش، ودايرين عليه السيطرة خوتو وكيعذبوه وكيعنفوه بحال ماشي بخوهم. صافي بحال هكا الام ديالي مسكينة جات هنايا للدار البيضاء، والنهار اللي دخلوها راحت. دخل عليها الاب ديالي وهي تشوفوه هي تصدم، ما عجبهاش الحال، عيطت للجدة الله يرحمها، كلشي توفى والله يرحم جميع أمة محمد. عيطت لها وقالت لها وامي راه ماشي هاد السيد هذا واش كاين خلق الله ما كيتعيبش. وهي تقول لها بنيتي العربية فمهم واسع، نقولها لكم اخوتي بالدارجة ما نبقى ندير لكم نزوق لكم في الكلام. قالت لها بنيتي شوفي هذا هو رزقك وهذا هو اللي كتبوا لك الله، خليناهم منهم الله. ودابا بنيتي لا رجعتي بنيتي غيقولوا هذه لقاوها ماشي بنت، والناس تما ديال الدوار فمهم واسع. صبري بنيتي هذا هو رزقك. وصبرات مسكينة امي مسكينة صبرات. كان عمي كيضربها وعمي الاخر يضربها وعمتي تضربها، كل شي كان يضربها، وعمامي كانوا باقين بلا جواج. وجدة الاب ديالي حتى هي الله يرحمها كان فيها زهايمر، بلا ما نقول لكم اخوتي بالخروج ديالها ترون الدنيا، ترون الصالونات
ويجو ولادها يلقاو داك الشي يدقدقوا ماما عصا ويقول لها علاش ما تبعتيهاش في كتي، وتشد امي مسكينه تحك الدروج ديال السيمه من الفوق حتى لتحت وتحك لا موزيك الارض بالجيكس والصابون البلدي، وتضل تخمل وتضل تطرف وتضل يحرتو عليها والجوع وقاتلينها بالجوع وبالعصا. بقات مسكينه صابره تكبرتنا، وكانت فين ما تحمل شي وحده فينا يشد عمي الموس يبغي يخشيه ليها في الكرش ديالها يقول لها تبقاي تحملي الراجل عندك ما خدامش، ويعيرها بالكلام القبيح. وصبرات وهزات والديهم هما جدودي وهزات عماماتي، ومني تزوجوا هزات ولادهم، ومني جاو عريسات عمامي ولاو تا هما كيضربوا امي ويعنفوها ويسلخوها، ونهار اللي تكون عيانه وما تبغيش تنوض تشد مرت عمي تريشها وتسلخها وتبقى على بالتصرفيق بحال الحناك المسمن الحناك. ومني امي مسكينه تبدا تبكي وتغوت طيح الخرو وتبدا تغوت وتنحط طيحوا بحال مطيحين رياح، ويطلعوا عمامي يسلخوا امي اللي مسكينه تهرس لها صباع الان باقي مهرس وما جاتش للطبيب، امي اللي ما تعرف تحسب فلوس، امي اللي مسكينه ما تعرف تصلي لما صلينا بها، امي اللي ما تعرف الحانوت فنجه وما تعرف الباتيسري فنجه، امي مسكينه مني جات من العروبيه وهي مخشيه في الدار ما تعرف حتى حاجه، وبقات مسكينه صابره للعنف وتنوض مع الفجر، وصابره للهم والعصا والجوع وتماره، وكانت تخلينا مسكينه بليكوش ديالنا تا كنطيبو، وتخلينا يجلسونا حدا في الكوزينه حدا الثلاجه، من يحلوا الثلاجه الفريغو هذاك البرد كامل يدخل لينا صدرنا تمرضنا بالحساسيه وحنا في الارض في البروده. وتبغي مسكينه غير تبدل لينا ليكوشه ما تبدل لنا حتى الليل، ما طلع حتى 10 الليل تتلقانا طيبين. وبقات صابره والاب ديالي تا هو يعنفوه ويعيروه ودايرينه بحال شي خماس، وبقات صابره مسكينه امي وتشقى على عيالات عمامي وتشقى على عماتي وتشقى هك وغوتوا على اجي نتيا ديري هكا اجي نتيا ديري هكا، وطلع من هك الهكت وهي كالعظم مسكينه ويحرتوا عليها بلا مقابل بلا والو. فاتت مده بلا ما نكمل لكم اخوتي ونكثر عليكم، فاتت مده توفى جدي. مني توفات يا ربي جداتي هي الاولى عاده بالجدي توفى. طلع واحد عمي عندنا للدار وحنا عندنا داك البيطه صغيره وجالسين بحال هكا بحال كل الناس. خوتي تسناو الجزء الثاني من القصه ديال الام ديالي.